يسأل سائل: ما هي أول ثمار بعد لزوم الاستغفار؟ شو بدي ألاقي أنا في مشواري في الاستغفار بعد، يعني أنا ما شرعت الاستغفار، بدأت بالاستغفار وأكثرت من الاستغفار. مش بنقول يوم ويومين وثلاثة، يعني خلينا نقول مشينا أسبوع 10 أيام هكذا بدأنا نستغفر بإكثار وما شاء الله. وكان توقفت الدنيا، تتوقف الدنيا، هذا الضغط، هذا الهم، وكأنك تنشغل الآن في عدد الاستغفار. بدي أوصل 30,000، فأنت مشغول بالعدد. استغفر الله استغفر الله استغفر الله في كل حال، في كل وقت، بالمسجد، في البيت، مشغل حالك بالاستغفار. هذا يخرجك من دائرة أنا مديون وأنا مهموم مكروب. هذه الراحة، تبدأ الراحة، تبدأ تريد أن تحقق 30,000 استغفار، وتبدأ هيك الهدوء، طمأنينة، مشغل حالك، مراقب، بدأت تراقب الله، بدأت تترك الذنوب، بدأت تركض إلى الصلاة. هذا كله عطاء من عند الله يا جماعة. هذا مش هيك يعني إنك أنت بتفعله، هذا لأنك أقبلت على الله فبدأ الله يفتح عليك. فإذا بتظن إنك أنت اللي بتفعله، أنت ما كنتش تعمله هذا في الماضي. فهذا الأول عطاء يبدأ هكذا. بدأت الأمور، وكان الديون، كأنه كل هذه الهجمات التي كانت تأتي عليك وكأنها توقفت مكانها. هذا الذي الدفعات التي لا تنتهي، الهم الذي لا ينتهي، المرض الذي وكأنه وقف مكانه، يعني تجمد، وأنت مستغفر ومستمر. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، لربما بإذن الله تعالى. أنا بتكلم على الذين يلزموا الاستغفار.